تحتضن الجزائر كأس إفريقيا للمحليين بين 13 من جونفي والرابع من فevrier، وقد سخرت الجزائر بنية تحتية جيدة لإنجاح هذه التظاهرة. خصصت الجزائر 4 ملاعب رائعة لهذا العرس الكروي. ملعب نيلسون مونديلا بالعاصمة وسعته 40 ألف مقعد بمواصفات عصرية، وهذا الملعب مغطى وفيه أبرز وسائل الراحة للجماهير. وأخذ الجانب الجمالي في تصميم هذا الملعب مكانه اللائق، فهو تحفة معمارية والأجمل من بين ملاعب العاصمة، على غرار ما هو موجود في أغلب الملاعب الأوروبية، من خلال سقف قابل للغلق بصورة كلية، حيث أن ملعب براقي يتطابق مع المعايير الدولية، وهو مزود بنظام إلكتروني بالنسبة للتذاكر ومراقبة الأنصار. سيحتضن ملعب براقي 10 مباريات. سيكون على موعد مع المجموعة الخاصة بالمنتخب الوطني، بالإضافة إلى منتخب ليبيا، إثيوبيا والموزمبيق. تم إطلاق اسم الزعيم نيلسون مونديلا على هذا الملعب، وعلل وزير الشباب والرياضة اختيار هذا الاسم بمجهودات نيلسون مونديلا في نشر السلام ومحاربة العنصرية في إفريقيا والعالم. ملعب وهران الأولمبي، ويطلق عليه أيضا ملعب ميلود هدفي، كونه جزء من المركب الأولمبي ميلود هدفي. يتسع الملعب إلى 40 ألف متفرج. الملعب موجه إلى فريق مولودية وهران والمنتخب الوطني. هذا الملعب خاص بمنتخب موريتانيا، أنغولا ومالي، بالإضافة إلى الكاميرون، الكونغو والنيجر. ملعب محمد حملاوي، والمعروف بملعب الشهيد حملاوي، والذي يقع في ولاية قسنطينة، تم تدشينه من طرف الراحل هواري بومدين يوم 19 جوان 1976، وقد كان يسمى ملعب 17 جوان، وتم تغيير الاسم يصبح ملعب الشهيد حملاوي، تخليدا لروح هذا الشهيد الذي سقط في معركة وسط مدينة قسنطينة إبان الثورة التحريرية ضد الاحتلال الفرنسي. يتسع هذا الملعب لنحو 34 ألف متفرج، وهذا الملعب مخصص لفريقين مدينة قسنطينة، وهما شباب قسنطينة ومولودية قسنطينة. يمتاز هذا الملعب بأرضيته الجميلة من العشب الطبيعي. عرفت هذه المنشأة الرياضية أشغال إعادة تهيئة وتأهيل من أجل إعادة الاعتبار لهذا الملعب، حيث أصبح يتوفر على أرضية ميدان جديدة ذات عشب طبيعي، مزودة بنظام صرف مياه الأمطار وامتصاصها، و26 باب دخول إلكتروني، بالإضافة إلى 23 ألف مقعد جديد. وملعب قسنطينة خاص بمنتخب غانا ومدغشقر، بالإضافة إلى السودان والمغرب. ملعب 19 ماي 1956، وهو ملعب يقع في مدينة عنابة، يتسع ل 65 ألف متفرج. يعتبر الملعب الرسمي لفريق اتحاد عنابة والمنتخب الوطني في بعض مبارياته. يعتبر ثاني أكبر ملعب في الجزائر بعد ملعب 5 جويلية. ملعب عنابة خاص بمنتخب الكوديفوار والسنغال والكونغو الديمقراطية وأوغندا.